اهلا بيكم في فيديو جديد بيحكي ملخصنا النهارده عن مدرسة جوشين اللي ما بيدخلهاش غير الاغنياء واولاد الاكابر بس بيدخلها طالب فقير اسمه يانج، وده بعد ما خد منحة دراسية فيها لانه متفوق. لكن يانج بيواجه صعوبات في التعامل مع زمايله الاغنياء لانهم بيتنمروا عليك منه فقير، وبيعجب باجمل بنت في الفصل وبيبقى عاوز يصاحبها، لكن ما يعرفش انه كده فتح على نفسه باب جهنم، لان اللي بيحب البنت دي يبقى ريان اغنى واوسم ولد في الفصل. فهل يا ترى هينتصر الحب على الغنى ولا ريان رأي تاني؟ هنشوف في ملخص النهارده. يلا بينا. بيبدأ مسلسلنا ببداية السنة الدراسية، ومديرة المدرسة بترحب بالطلاب وبتقدم لهم زميلهم الجديد يانج، وطبعا يانج بيبقى متوتر وزمايله الأغنياء بيبقوا متضايقين ومش عاوزين حد فقير يدخل مدرستهم، وبيتنمروا على ضحكته وطريقة كلامه، وكمان بيمنعوه يروح الفصل قبل ريان، وانه لازم الأغنياء هم اللي يمشوا الأول، وبيستغربوا انه ما عندوش اكونتات على السوشيال ميديا وبيحسوا انه غريب عنهم. ويانج بعدها بيدخل سبيشال ايه، وده فصل الأغنى طبقة في المدرسة، لكن بيطردوه منه وبيروح على الفصل العادي، وبيمنعوه يقعد قدام، فبيرجع لاخر الفصل وبيقعد على دكة قديمة. وريان وشلته بيبقوا قاعدين، وبيبقى متضايق لان جاي مسافرة ومش بترد عليه، وصاحبتها هيرا بتحاول تتقرب منه، لكن ريان بيكرف لها لانه متعلق بجاي. وجاي بترجع من السفر، وهيرا بتروح تقابلها وبتسألها انت مخاصمة ريان ولا ايه، لكن جاي بتقول لها تجمع صحابهم لانها عاوزة تقول لهم حاجة مهمة. وهيرا بتبعت لريان تقول له على الميعاد، وجاي بتشوف رسائل ريان بس بتطنشه، وبعدها بتروح تتغدى مع باباها اللي مقابل صاحبة شركة كبيرة جدا، وابنها كان معاها في المدرسة، وكان عاوز يجوز بنته لابنها علشان يكبر شركته. ويانج كان هناك لانه كان عازف البيانو. وجاي بتقوم من على الاكل، فباباها بيروح وراها وبيزعق لها لانها سابت الناس ومشت، وانها كده هتضيع عليه فرصة كبيرة في البيزنس، وبيقول لها تروح تغير هدومها وتيجي تقابل الناس. وجاي بتتضايق وبتروح تقف بعيد ورا السور، ويانج بيكون واقف هناك، فبيسلم عليها وبيحاول يفتح معاها كلام، لكن جيم ما بتدلوش وش، وفجأة بتتكلم وبتطلب منه القميص اللي لابسه علشان هتروح مشوار ومعهاش لبس تاني. في الاول يانج بيرفض، لكن بعد كده بيوافق وبيقلع وبيديها قميصه، وبتروح بعدها حلبة السباق وبتقابل هيرا وتشون. وريان بيجي وبيقول لها ما بترديش عليا ليه، لكن جاي بتقول له تعالى نتسابق واللي يكسب يطلب من التاني اي حاجة هو عاوزها. وريان بيوافق وبيقول لها لو كسبت هتقولي لي انت متغيرة عليا ليه. وبيبدأ السباق، وجاي ما بتهزرش فعلا وبتكسب ريان، فبتقول له بما اني كسبت هقول لك على طلبي، وهو ان احنا نسيب بعض. والكل بيستغرب، وريان بيسالها انت اتغيرتي عليا ليه، لكن جاي ما بتجاوبوش، وبتقول له احنا من النهارده اصحاب بس، وبعدها بتمشي وتسيبه. وتاني يوم في الفصل هيرا بتسال جاي عن اللي حصل بينها وبين ريان، لكن جاي بتقفل الموضوع معاها. ويانج بيسال زمايله ازاي يشترك في نشاطات المدرسه، لكن محدش بيرضى يقول له. ووكيله المدرسه بتوصي جون على يانج لانها مش عاوزه اللي حصل يتكرر تاني، وهنفهم ايه اللي حصل قدام. واصحاب ريان بيقولوا له يطنش جاي وهي هترجع له. ويانج بيروح يقعد في مدرج الاغنياء، لكن صحابه اللي واخدين منح قبله بيمنعوه وبيحذروه، بيقولوا له يا ابني احنا هنا مش زي الناس دي، ده حتى الكرافتات اللي بيلبسوها مش نفس لون بتاعه الاغنياء. وبيحذروه ما يتجرش مع ريان لانه اغنى واحد في المدرسه، وده لان جده هو اللي كان مؤسسها، وان سبب دخوله المدرسه لانه جاي مكان ولد تاني كان واخد منحه، لكن عمل مشكله مع ريان فريان قتله. لكن يانج ما بيخافش من كلامهم، وبيقول انه هينسجم مع الاغنياء عادي وبيمشي ويسيبهم، وبيروح يسلم على ريان، لكن ريان ما بيرضاش يسلم عليه. وهيرا بتقول له ما تصدقش اي كلام بيتقال عننا، وبتعزمه على حفله عاملينها بكره. ويانج بيفرح جدا، وهيرا بتجهز بوكيه ورد لريان علشان يقابل جاي ويصالحها، وبتبعت لها علشان تيجي الحفله. ويانج بيوصل والامن بياخد منه موبايله لان ممنوع حد يدخل بيه، وبعد ما بيدخل هيرا وبقيه الشله بيتحايلوا عليه علشان يشرب، وبيوافق بعد محايله كتير، وبياخد باله من جاي اللي كانت قاعده لوحدها في الحفل. ويانج بيدخ بسبب الشرب، وبيفضلوا يضحكوا عليه. وجاي بيوصل لها رساله ابتزاز فيها سيديهات عنها واللي هنعرفها قدام. وريان بيدي جاي بوكيه ورد وبيحاول يصالحها، لكن بتقول له انها مش عاوزه ترجع له تاني. وهيرا وشلتها بيلعبوا لعبه احكام، وبيحكموا فيها على يانج انه يختار بنت يرتبط بيها. وبعد تفكير كتير من يانج بيقوم وبيختار جاي، وريان بينصدم. وتاني يوم ام ريان بترجع لاسرها بعد ما كانت مسافره لاكتر من 3 شهور، وبتقول لريان يشاور على اي جامعه في العالم علشان تقدم له فيها، لكن ريان بيبقى زعلان لان مامته بعيده عنه ومش حاسس بحنانها. وبعدها بياخد عربيته الريس وبيطلع على المدرسه. ويانج ما بيوصل المدرسه بيسلم على تي اللي كان معاه في حفله امبارح، لكن بيقول له نزل ايدك انت هتصاحبني ولا ايه، وبيمشي ويسيبه. وهيرا بتحكي لصاحبتها على اللي عمله يانج في حفله امبارح، وان ريان مش هيسيبه. ويانج بيفتكر كلام زميلته لما قالت له ان اخر واحد حاول يصاحب جاي ريان اتنمر عليه ودبر له حادثه ومات. وريان بيروح لجاي وبيسالها انت ازاي هتصاحبي واحد فقير، فبتقول له
ما يخصكش وانها حرة وهتعمل اللي هي عاوزاه. فبيوصي يون على يانج وبيقول له انه لازم يبقى عبرة لاي حد عاوز يقرب لحاجة تخصه. ويون بيروح يضرب تشوك وبيقول له ازاي تبقى زعيم طلاب المنح وواحد منكم يقرب من حبيبة ريان. لكن يانج بيكون قاعد وسامع الكلام وبيضحك عليهم فبيروح يمسك فيه، لكن مدرسة الفصل بتدخل فبيبطلوا عراك وتشوك بيروح فصله. وبعد الحصة يانج بيروح لجاي وبيعتذر لها على اللي حصل امبارح، بس هيبقى مبسوط فعلا لو هي صاحبته. فجاي بتقول له ما يتعلقش بيها ويسيب المدرسة لان ريان مش هيسيبه في حاله، لكن يانج بيقول لها ما تقلقش وانه مش في دماغه. فجاي بتستغرب وبتمشي وتسيبه، وريان بيفتكر ذكرياته مع جاي وبيبقى زعلان. وهيرا بتيجي وبتقول له عاوزها ترجع لك يبقى تصاحب واحدة غيرها علشان تخليها تغير عليه، لكن ريان بيقول لها بدل اللي انت بتقوليه اعرفي لي جاي سابتني ليه. وتشون بيقابل جاي وبيسألها سابت ريان ليه، لكن بيجي له اتصال فبيقوم يرد عليه. وجاي بيوصلها رسائل من حد بيهددها انها لو ما ردتش عليه هيبعت الفيديو لابوها، وواحد من اللي واخدين المنحة صورها وكانت خايفة لان ابوها لو عرف هيموتها. فبتاخد بعضها وبتقول لتشون انها هتمشي. وتاني يوم بتخرج مع باباها في رحلة صيد وبيجي له تليفون للشغل، فبتخاف لا يكون الواد اللي بيبتزها، لكن ما بيطلعش هو. ويانج بيبقى في اوضة الخزن وبيشوف ريان بياخد كيس مليان حبوب من واحد صاحبه وبيشك انه مخدرات، وبيفتكر كلام صاحبه اللي ريان قتله. وبنعرف ان يانج جاي علشان يجيب حق صاحبه. وريان بيقول ليانج انا مش عارف ايه اللي جابك مدرستنا بس عادي اللي عندك اعمله. وسون ابن مديرة المدرسة بيسمع الطلبة اللي واخدين منح وهم بيخططوا ازاي هيخلصوا من يانج علشان ريان ما يأذيهمش حتى لو هيقتلوه زي ما قتلوا هان. فبيروح يقول لمامته انت ازاي اتسترت على اللي قتل هان، لكن بتقول له ما يشغلش باله ويركز في دراسته. ويانج بيروح لهان وبيقول لها على اللي شافه في درج ريان واصحابه، وبيقول لها لو ما جاتش معاه وفتحت الادراج دلوقتي هيروح للصحافة ويبلغهم بكل حاجة بتحصل في المدرسة. وهان بتخاف وبتسمع كلامه وبتفتح خزانة ريان وبتلاقي فيها كيس حبوب، لكن بتقول له انه دواء للاكتئاب وانه لو مش متأكد ياخده يحلله بنفسه. وجاي بتقول لهيرا تشوف لها هاكر يجيب لها الفيديو اللي اتصور يوم الحفلة. وشلة الاغنياء بتراهن على انهيار يانج النهارده قدام صحابه بتوع المنح لانهم عاوزين يخلصوا منه. وسون ابن المديرة بارك بيقول ليانج ما يتكلمش معاه قدام الطلبة الاغنياء لانه داخل بمنحة ومش زيهم ومش عاوز يدخل نفسه في حوارات معاهم. وهيرا بتقول لجاي تبعت لها الفيديو اللي الشخص عاوز يبتزها بيه، لكن جاي بتقول انها هتشوف الموضوع ده بنفسها. وهيرا بتعرف ان جاي مخبي عنها سر، وبعدها بيطلعوا يفطروا سوا، لكن جاي بتمشي لان ريان قاعد معاهم. وبنعرف سبب انفصالها عنه لانها شكت فيه ان هو اللي قتل هان لما حاول يقرب منها. وهيرا بتقول لريان انها موافقه ترتبط بيه علشان تخلي جاي تغير منها لانها صاحبتها. ويانج وهو مروح بيته هان بتحذره من العيال الاغنياء، لكن بيقول لها ما تقلقش. وبيقابل جاي وهو نازل بالعجله فبتقول له تعالى نخرج، وبياخدها وراه بالعجله. وريان بيشوفهم من بعيد وبياخدوا لفه مع بعضيهم، وجاي بتبقى مبسوطه وبيقعدوا يستريحوا لان الدنيا بتشتي. وجاي بتشوف جرو صغير فبتلعبه وبتقعد تضحك. ويانج بيقول لها الله ما انت ضحكتك حلوه اهو. فبتقول له انها اتعودت تبقى مكشره من صغرها. وبعدها بتقوم تمشي والمطر شغال ويانج بيروح وراها. وزمايل يانج اللي داخلين بالمنح بيبقوا مستنيينه علشان يضربوه، وطبعا ده كان بأوامر من ريان. لكن جاي بتقول لريان يدخل ينشف هدومه اللي اتبلت من المطر. وتشون بيقابل هان وبيبقوا خارجين سوا، وبتشوف يانج وهو داخل بيت جاي فبتقول لتشون. ويانج بيغلبه النوم وبينعس على كتف جاي، وبتقول له انها كانت مبسوطه هي كمان لما قال لها انه عاوز يرتبط بيها. وفي الوقت ده تشون بيتصل على المديره وريان وبيقول لهم ان جاي ويانج مع بعض. فبيجوا بسرعه والمديره بتقول له بتعمل ايه عندك. وتاني يوم جاي بتقرا ملف يانج كله، وريان وشلته بيبقوا شمتانين في يانج لانه تحول لجلسه تأديب وبيروحوا علشان يتفرجوا. والاداره بتقرر تفصل يانج من المدرسه لانه اتخطى حدوده، لكن جاي بتدخل الاجتماع وبتقول لهم ان يانج في حمايتها وبتاخده وبتمشي. وطبعا الاداره ما تقدرش تعترض عليها لان دي جاي وباباها من اغنى الاغنياء في البلد. وريان بيسالها بتعملي ايه، فبتقول له مالكش دعوه بيا لان انا من النهارده معجبه بيانج. ولما بتطلع بره بتساله انت ايه اللي جابك المدرسه دي يا يانج، فبيقول لها لانه عاوز يطلع الاول عليها علشان يزود فرصته في الشغل بعد كده. وطبعا الموضوع ده ما بيدخلش على جاي. وهيرا بتتصل على ريان وبتقول له انهم لازم يظبطوا الدور والمدرسه كلها تعرف انهم مرتبطين. وجاي بتعدي على يانج وبتاخده من بيته في العربيه الرولز رايس بدل ما كان بيروح بالعجله، وبتساله عن الاسوره اللي في ايديه، فبيقول لها ان دي اسوره نادي عازف البيانو، وبتفتكر انها شافتها مع هان قبل كده فبتعرف انهم صحاب. ولما بيوصلوا بتدخل المدرسه وهي ماسكه ايديه والناس كلها بتستغرب والطلبه بتصورهم وكله بيتكلم على ارتباط جاي ويانج. وهيرا بتتضايق
بتتضايق من سيون اللي عمال يجيب لها في هدايا وهي اصلا ما بتحبوش، وجاي بتدخل يانج في فصل سبيشال ايه، وكل اللي موجودين بيتضايقوا منه قاعد وسطهم. وبعد ما بيخلصوا يانج بيطلع وكل الطلبه بتسلم عليك منه بقى حبيب جاي، وسون بيروح له وبيعتذر له وبيطلب منه يعمل فيه اي حاجه مقابل انه يسامحه، لكن يانج بيمشي ويسيبه. ويانج لما بيفتح خزانته بيلاقي ورقه مكتوب فيها ما تستفزش ريان، لان اخر واحد استفزه كان هان وشوف حصل فيه ايه. وريان بيدخل وبيقرا الورقه، وبعدها بقيه الطلبه بتدخل فبيمشوا كلهم. وجاي بتعدي على ريان في المدرج قبل الماتش لكن ما بتكلموش. وطلبه المنح بيروحوا ليانج وبيبقوا مبسوطين لان واحد زيهم صاحب جاي، وبيسالوه عمل كده ازاي. وبيبدا الماتش ومدرسه جوشين بتكسب، وريان بيحتفل مع هيرا قدام كل الطلبه علشان يغيظ جاي، وصاحبتها بيبقوا فرحانينك منها صاحبه ريان. لكن سيون بيبقى زعلان وبياخدها علشان يتكلموا على جنب، فبتقول له انت صدقت نفسك ولا ايه؟ فكك من الوهم اللي انت عايش فيه ده وما عادش ليك دعوه بيا نهائي. والمديره بتراجع بيانات ريان كلها وبتطمن مامته عليه لانها كانت قلقانه وحاسه انه زعلان. والسون بيشوف يانج ماشي مع تاي، وده بعد ما تصاحبه خلاص اكمن يانج ارتبط بجاي. وتاي بيحذر يانج من ريان لانه صاحب جاي القديم واكيد مش هيسيبه في حاله. وبيساله ايه اللي جابه جوشين، فبيقول له ان هاني اللي اتقتل يبقى صاحبه، وجاي يجمع ادله على الشخص اللي عمل كده لان الشرطه ما وصلتش لحاجه. وبيطلب من تاي يجيب له مفاتيح خزنه ريان، وتاي بيوافق بس بيبقى خايف. وكل ده والسون قاعد بيتجسس وسامع كلامهم. وجي بتروح لبيت ريان وبتساله انت مدخل هيرا في كل الحوارات دي ليه؟ فبيقول لها احنا علاقتنا انتهت وما عادش من حقك تساليني انا بعمل ايه. وهيرا بتتصل عليه فبيقول لها تيجي البيت، ولما بتوصل بتتفاجئ ان جاي موجوده، فبتقول انها جايه علشان تعاتب ريان على اللي عمله معاها. لكن جاي بتحذرها منه وبتقول لها ما تجاريش ريان في ألاعيبه، وبعدها بتمشي. ولما بتروح بتلاقي الواد اللي بيبتزها بعت لها تاني، فبتقول له عاوز مني ايه؟ لكن اخوها بيدخل وبيقول لها تكلم باباها، وابوها بيقول لها ان رئيس شركه كبيره اسمه باركا هيجي الحفل وابنه معاها في مدرسه جوشين. وابوها شايف ان دي فرصه يقرب العيلتين من بعض لو جاي اتجوزت ابنه. وطبعا جاي ما تقدرش ترفض لانها بتخاف من ابوها. وتاني يوم يانج بيقابلها وبيقول لها تيجي وراه على العجله المره دي، وبياخدها وبيعزمها على كريب. فبتقول له ما تتعلقش بيا لانها قررت ترتبط بيه علشان تحميه من ريان مش اكتر. فبيقول لها انه هيلتزم بالدور فعلا وانه لازم يقف جنبها هي كمان لانه حاسس ان في حاجه مزعلاها. وبالليل جاي بتقابل صاحبتها هيرا اللي بتكذب وبتقول لها ان ريان هو اللي غصب عليها ترتبط بيه. فبتقول لها اللي يريحك بس من النهارده مش هنبقى اصحاب زي الاول. ويانج بيجهز علشان يعزف في حفل مدرسه جوشين، وجونج بيختار لبنته فستان علشان الحفله اللي باركا هيحضرها. وابو هيرا بيقول لها تعرفوا على جونج ابو صاحبتها جاي وتفتح له كلام معاه علشان يعملوا بيزنس سوا. ويانج بيقابل جاي في الحفله وبيقول لها ان فستانها حلو، فبتقول له ما ينساش انهم بيمثلوا انهم مرتبطين. وبتبقى مستغربه لانها جنبه علشان تحميه، لكن هو ايه اللي مخليه متمسك بيها. وام ريان بتيجي معاه الحفل وبتقول كلمه لكل الحضور، والحفل بيبدا ويانج بيعزف على البيانو. وهيرا بتقول لجاي ان الابهات عاوزين يتقابلوا مع بعض، لكن جاي بتحرجها وبتقول لها هتبقى تبلغوا السلام وبتمشي وتسيبهم. فبتروح وراها وبتقول لها بتحرجيني ليه؟ فجاي بتقول لها لانك ما عدتش صاحبتي ومش هخدمك في اي حاجه من النهارده. وجونج بيقابل بارك وام ريان وبيتكلموا سوا واولادهم واقفين، وبارك بيفتح قدامهم سيره ارتباط جاي وريان، لكن جونج بيقول له انها كانت اشاعه طالعه من زمايلهم مش اكتر. وهيرا من غيظتها من جاي بتبقى عاوزه تنتقم منها، فبتروح قدامهم كلهم وبتعرف جونج على يانج حبيب جاي الجديد. وطبعا بينصدموا كلهم وجونج بيتضايق من بنته. وبالليل ابو جاي بيتكلم معاها وطبعا بيلومها على تعاطفها مع يانج. وقتها بابا بيرزعه بالقلم وبيطلعه بره، وبعدها بيفكرها بحادثه هان وانها ما اتعلمتش من الغلط بتاعها، وبيقول لها تستعد علشان هتروح امريكا، فبتزعل وبتمشي. وهيوك بيستناها بره وبيفكرها بالفيديو اللي معاه والاتفاق اللي ما بينهم. وتاني يوم في المدرسه بتقابل يانج علشان تتاسف له على اللي حصل من باباها، وبنعرف ان يانج كان في حفله وجاي عرفته على باباها، وده لان يانج لما جه عرف نفسه لباباها قام قايل له محدش سمح لك تتكلم وحرجه قدام الناس. فبيقول لها يا ست ده انا اكتسبت مناعه من كتر الاهانات اللي حصلت لي، فكك ما تشغليش بالك. وبيقول لها انه عاوز يرتبط بيها وتفكها من ريان وانه هيفضل جنبها. فبتفتكر ان نفس الكلام ده هان قالوا لها قبل كده، وبتحس ان بينهم حاجه مشتركه، لكنها بتقول له انها بتتعرض لمشاكل كتير في حياتها وانها هتعتبر نفسها ما سمعتش الكلام ده وبتسيبه وتمشي. وبيجي لها رساله من حساب مجهول لمجموعه شباب بيتنمروا
بيتنمروا على اخوه في حفلة عيد الميلاد، وكل ده بسبب علاقته بجاي. وفجأة بتقطع عليه هيرا لحظة التأثر دي وبتقول له يبعد عن جاي احسن له، وبتحكي له عن هان اللي كان قريب من جاي جامد لكن للاسف مات، وقالت له يبعد عنها احسن له بدل ما يحصل له حاجة. قال لها يعني ريان هو اللي قتله؟ قالت له ريان مين يا عم؟ ده وريث مدارس جوشين، ازاي هيشغل باله بشوية طلاب منح ملهمش لازمة، وان جاي هي السبب في موته. ساعتها ما بقاش فاهم مين الصادق ومين الكذاب. عند جاي بيتبعت لها فيديو وهي مع ريان كتهديد، ساعتها بتترعب وبتخرج بره، فبيطلع وراها يانج وبعدها ريان اللي بيمنعه يتكلم معاها وبيقول له يبعد عنها لان كل ده بسببه. وقتها بيجي اصحاب ريان وبيمنعوهم عن بعض، فبيقول لهم اظن ان انتم عاوزين تقتلوني زي ما عملتوا مع هين من قبلي. ساعتها ريان بيحس انه مش سهل وورا حوار كبير، وبيطلب من صاحبه يدور له على الملف بتاعه ضروري. عند جاي كانت هيرا بتسألها عن اخر حاجة وصلت لها التحقيقات بخصوص التهديدات اللي كانت بتجيلها، فبتعرفها ان الموقع اللي بيهددها هو نفسه موقع المدرسة بتاعهم، وبتنبه عليها كمان ان دي اخر خدمة هتقدمها لها بصفتها صديقة لها، وانهم خلاص ما عادوش صحاب. وبتعرفها انها بتحب ريان وانها هتخليه يحبها باي طريقة، فبتقول لها تمام احسن برضه بدل ما هو قاعد يرازي فيا كده، وهو كده يبقى عملت فيا معروف وبعدتوا انتوا الاتنين عني. وبتسيبها وتمشي. فهيرا بتفتكر ذكرياتهم مع بعض وبتزعل وبتقعد تعيط لانها حست ان اللي عملته ده غلط. وبالليل بيكون والد جاي معزوم على العشاء عند واحد صاحبه، وطبعا بياخد جاي معاه علشان تتعرف على ابنه لانه عاوزهم يتخطبوا لبعض. ووقت ما بتكون جاي بتتمشى هي وابن صاحب باباها بيتبعت لها فيديو من الشخص اللي بيهددها وفي اختبار حمل. ساعتها جاي بتترعب واغمى عليها وباباها بيعاقبها. وتاني يوم الكل بيستغرب ان جاي مش في المدرسة والكل قلق عليها، فبيروح ريان يسأل يانج عنها لكن برضه ما كانش يعرف. وهيرا بتسأل هيوك اخو جاي الصغير واللي بتعرف منه اللي حصل وكمان مكانها، فبتروح لريان تقول له على مكانها، فبيسيب اللي في ايديه وبيروح لها بسرعة. ساعتها بتشوف هيرا صور ليانج وهان مع بعض وورقة مكتوب فيها انهم اخوات توأم غير متماثلين. وساعتها بتخاف على جاي لا يانج يعرف انها السبب في موت اخوه فيقتلها، لكن كان قدر يوصل لمكانها وراح لها وقال لها انه عاوز يساعدها، لكنها بتقول له يمشي لانها كده بتعرضه لمشاكل والشخص اللي بيهددها ممكن يأذيه. فبيقول لها مين اللي بيهددك وليه بيعمل كده؟ فبتقول له لاني كنت السبب في موت هان طالب المنحة. فبينصدم وبيعرفها انه اخوه. وقتها بتزعل وبتقول له يعني كل ده كنت بتخدعني وبتحاول تقرب مني علشان تعرف اخوك مات ازاي؟ لكن ريان بيدخل عليهم وبيضربه وبيمنعه يقرب منها، لكن يانج بيهدده انه هيقتله لو عرف ان ليه علاقة بموت اخوه. وبنعرف ان علاقة هان بجاي بدأت لما هان رمى الكرة على ريان بالغلط فضربه هو واصحابه. ساعتها هرب منهم وراح يستخبى في المكتبة اللي كانت فيها جاي مع اخوها الصغير اللي كان بيهددها انه هيوري فيديو علاقتها بريان لابوها لو ما تنزلتش عن كل املاكها ليه. ساعتها جاي بتقعد تعيط وبيشوفها هان فبيروح يهديها وبيديها مصاصة، ومن ساعتها وهم بقوا اصحاب جامد، لكن قربه منها زعل ريان وبقى مستقصده. بنرجع ليانج وريان اللي بيضربوا في بعض. وقتها جاي بتفتكر هان لما كان ريان وشلته بيضربوه فبتحاول تمنعهم عن بعض لكنها مش بتعرف فبيغمى عليها، فبيروح لها ريان بسرعة وبيهديها. وفي المدرسة بينتشر خبر ان يانج طلع اخو هان والكل بيخاف لا يكون جاي ينتقم منهم على اللي عملوه في اخوه. وقتها مديرة المدرسة بتجتمع مع يانج وبتقرر انها تنقله المدرسة تانية بحجة انه بيعمل لها مشاكل كتيرة، فبيستغرب من كلامها وبيعرفها انه ملوش ذنب في اللي حصل وكله من ريان وشلته وانت عارفة كده، وطبعا لانه فقير ومن طلاب المنحة فبتهدده انه لو ما وافقش على طلب النقل هتضطر تفصله، وبتعرفه ان معاها تبرير لسبب الفصل، فبيقول لها مش هتقدري تعملي حاجة، وبيطلع تليفونه وبيسمعها تسجيل لكل الكلام اللي هي قالته وبيقول لها يلا بقى وريني هتفصليني ازاي. وطبعا ريان بيعرف فبيطلب من شلته يتخلصوا منه، وبعدها بيروح لبيت جاي وبيقول لها لازم تمشي بحرس لحسن يانج يأذيك ولا حاجة، فبتقول له ما يقلقش طلاب المنح طيبين، الخوف من ولاد الأغنياء، وبتعرفه انها هتسافر مع خطيبها لأمريكا ويستحسن يبعد عنها الفترة الجاية. وبعدها بترجع لبيتها وبتلاقي هيرا مع اخوها الصغير وبتعرفها انها ارتبطت بريان وان سفرها ده هيحسن علاقتها بيه جامد، وعلشان كده قررت تعمل حفلة وداع مخصوص علشانها. فبتقول لها جاي يا خسارة كان نفسي احضر الحفلة بس للاسف طلعت في نفس اليوم اللي هي هتسافر فيه. وفي المدرسة يون بيعرف ان تاي صاحب هان ويانج فبيضربوا لحد ما يانج بيشوفهم وبيروح لهم، فبيطلب منه يون يسيب المدرسة علشان يسيبوه في حاله، فبيقول له انت مين علشان تطلب مني اعمل ايه وما اعملش ايه؟ ده انت حتة دلدول لريان. وقتها يون بيتعصب
بيتعصب وبيضربه، لكن الطلبة بيحشوهم عن بعض. وبعدها بيروح لتي يطمن عليه، لكنه بيطلب منه يسيب المدرسة ويمشي بدل المشاكل اللي بتحصل لهم من وراه. فيانج بيمشي ويسيبه، وبيتفاجئ بجاي في المدرسة، فبيروح يتكلم معاها وبتحكي له اللي حصل لهان، وبتعرفه ان في شخص من المدرسة بيهددها بفيديو لها هي وريان، وانها عاوزاه يساعدها لانه الشخص الوحيد اللي بتثق فيه. لكن اول ما بيسمع سيرة ريان بيقول لها يعني انت عاوزاني اساعد الشخص اللي قتل اخويا؟ ده انا هوصل له وابقى معاه علشان انتقم منه. وبيسيبها وبيمشي. وهيرا وهي مروحة من المدرسة عربيتها مش بتوصل، فأوجين بياخدها معاه في طريقه، وأوجين بينصحها انها ما تبقاش جشعة وانانية وتطمعي في حاجة غيرك، لان في لحظة واحدة ممكن تخسري كل حاجة. وسبحان الله اول ما بترجع لبيتها بتعرف ان البنك حجز على كل ممتلكات باباها، وانهم خلاص اعلنوا افلاسهم، وبكده يبقى خسرت كل حاجة. وريان بيطلب من المساعدة بتاعته تنفذ اللي هو قايل لها عليه، وهنعرف كمان شوية اللي حصل. عند جاي بتودع عيلتها علشان مسافرة مع خطيبها، وقتها اخوها الصغير بيطلب منها ما ترجعش للبيت تاني لان خلاص ما عادش لها حاجة هنا. وبالليل الكل بيروح الحفلة، وهيرا مبسوطة انها خلاص هتبقى حبيبة ريان، ويانج كمان بيحضر الحفلة معاها، بس الهدف انه يعرف مين اللي بيهدد جاي، وبيبعت رسالة للشخص اللي بيهددها علشان يوتره، لحد ما قدر يوصل له وعرف انه جو ابن المديرة. فبيروح له وبيعرف منه انه كان صاحب هان، وبيطمنه وبيقول له ما يقلقش. ساعتها بيطلب منه الفيديوهات اللي معاه، وفجأة بيتبعت لهم صورة ان تم القبض على خطيب جاي في المطار، وان جاي في طريقها للحفلة. وفجأة بيدخل ريان للحفلة ومعاه جاي، وبيعلن ارتباطه بيها. ساعتها هيرا بتتصدم وبتزعل، وبنعرف ان ريان حط مخدرات في شنطة خطيبها، والشرطة قبضت عليه في المطار، وبكده خلص منه. وبياخد يانج الفيديوهات من جو وبيتفرج عليها، وبيشوف قد ايه جاي وريان كانوا بيحبوا بعض. وهيرا بتمشي وهي زعلانة من اللي حصل، بس يلا تستاهل، ما هي اللي انانية. وجين بيفتكر كلام هيرا وهي بتقول له يا تختارني انا يا جاي وريان، وبيزعل من كلامها لان الاتنين صحابه، وجاي وريان بيقربوا من بعض جامد وبيكونوا خارجين مع بعض. فبتطلب منه جاي انه يعتذر ليانج عن اللي عمله في اخوه. وتاني يوم في المدرسة يانج بيشوف جاي ومش بيرضى يتكلم معاها، وبيجي جو ياخده. وقتها جاي بتراقبهم وبتشوفه وهو مجمع كل الطلاب بتوع المنح، وبيتكلم معاهم انه لازم يمنعوا الظلم اللي بيتعرضوا له جوه المدرسة. فقالوا له ان ده كله علشان مصلحتك وانتقامك لاخوك، لكن جو ابن المديرة بيقول لهم انه لازم يبقى فيه مساواة، وانه هيبقى معاهم وهيساعدهم. وبالليل هيرا بتروح لاخو جاي وبيوريها الفيديو بتاع جاي وريان اللي بيهددها بيه، لكن على عكس المتوقع هيرا بتضربه وبتبهدله. عند جاي بتروح ليانج البلد اللي بيعيش فيها وبتتكلم معاه، وقتها بيعرفها انه وصل للشخص اللي بيهددها، لكنه طلع شخص كويس وبيساعده في انتقامه من كل اللي ليهم علاقة بموت اخوه. فبتقول له ما يقربش من ريان والا هي اللي هتقتله، وبعدها بتمشي. ولما بترجع لبيتها بتشوف خبر افلاس شركة ابو هيرا، فبتزعل عليهم. وتاني يوم في المدرسة يانج بيروح للمديرة يهددها انها لو ما عاقبتش الطلاب اللي ليهم علاقة بموت اخوه وبقى في عدل بين ولاد الاغنياء وطلاب المنح، هينشر فيديوهات عن المدرسة كفيلة انها تقفلها، وبيديها مهلة اسبوع تنفذ كلامه. وهو خارج من عندها بيشوفه جو وبيزعق له على اللي عمله لانه بيمشي من دماغه من غير ما يشوره. وقتها جاي بتسمعهم وبتعرف ان جو هو الشخص اللي بيهددها، وبتتكلم مع يانج وبتعرفه انها سافرت امريكا من كام شهر علشان تجهض الجنين اللي في بطنها، وان ما كانش حد يعرف عنه حاجة. فبتصعب عليه لانها واجهت كل المشاكل دي لوحدها. عند هيرا بتروح لريان تضربه لانه ما دافعش عن جاي وسابها تعاني كل ده لوحدها، وبتقول له ان الفيديو بتاعهم متصور في شاليه ابو جاي، يعني ما فيش غير واحد بس اللي يقدر يدخل لهناك. وقتها بيفهم ان اخوها هو اللي صوره، فبياخد شلته وبينزل لدور سنة اولى وبيمسك اخوها يكسره. فبيروح له يانج وبيمنعه عنه، وبيقول له انه بدل ما يعمل كده يروح يهون على جاي لانها اتحملت فوق طاقتها بسببه. وقتها بتروح جاي لبيت هيرا وبتعرفها انها هتسافر امريكا لان باباها عاوز يخلص منها بعد ما عرف انها حامل وهتبوظ سمعته، لكنها اقنعته يساعدهم وان شركتهم هترجع تشتغل تاني. فهيرا بتفرح بالخبر ده وبتشكرها وبتتأسف لها على اللي هي عملته معاها. وبترجع جاي للبيت فبتلاقي ريان مستنيها قدام البيت وبيعيط، وبيتأسف لها انه سابها لوحدها. وبعدها بيروح لبيت جين يحكي له اللي حصل لجاي، لكن بنعرف ان جين هو اللي طلب من ابو جاي يصفرها والا هينشر خبر حملها من ريان، وده هيدمر سمعته وسمعة الشركة. وده بعد ما سمع كلام
هيرا واختارها هي على حساب جاي وريان. وبنعرف انه مش عاوز حقيقة موت هان تتكشف، لانه يوم عيد ميلاده جاي عرفت انها حامل. وقتها كان هان معاها وعمال يهديها لحد ما شلة ريان خدوه ضربوه، فخرجت وراها علشان تسأله على القلم اللي بيسجل بيه، لكنه هرب منهم. وقتها شاف جين وهو هايص مع المدرسة فاستغرب وطلع يجري، فالمدرسة راحت وراه علشان خايفة يقول لحد، لكنه هرب منها. فخدت عربية جين وطلعت وراه وخبطته بيها، ولما نزلت اكتشفت انه مات وشافت القلم اللي بيسجل بيه فخدته. وجين عارف كل ده ومعاه القلم، لكنه دار على الحوار لان ابوه مرشح نفسه للرئاسة وهو خايف عليه. المهم يانج بلغ عن المدرسة ان فيها عنف وتنمر ضد طلاب المنح والكل بيتحقق معاه، فبعدها محدش عاد بيطيق يانج في المدرسة وكلهم بقوا ضده الا جاي اللي اقنعت الكل وعرفتهم ان هم غلطانين ولازم يدفعوا ثمن غلطهم. عند ريان بيتبعت له رسالة ان اللي بيبعت له فيديوهات ليه مع جاي هي المديرة، بيروح لها وبيعمل معاها مشكلة، فبتضطر تقول له ان امه هي اللي طلبت منها تعمل كده. فبيرجع للبيت بسرعة وبيزعق معاها، فبتعرفه انه لازم يبعد عن جاي لانه وريث جوشين ولازم يحافظ عليها. فبيقول لها شكلك كده عاوزة تطرديني زي ما عملتي مع ابويا زمان، لكنها بتديله بالقلم على وشه، فبيسيب البيت وبيمشي. وبيروح لجاي اللي بتوري له صورة الجنين قبل ما تنزله، فبيعيط لانه ما قدرش يحميهم. وبتاخد جاي الصور وبترميها في النهر. وتاني يوم بتاخده وبيروحوا القبر هين، وريان بيعتذر له على اللي حصل. وبعدها جاي بتطلب منه يعتذر ليانج، وبتعرفه انها هتسافر لفترة لكنها هتفضل فاكراه، وان لو ليهم نصيب يتقابلوا تاني اكيد هيتقابلوا. في المدرسة المديرة بتطرد المدرسة بتاعت جين لانه سرب فيديو ليهم سوا، واداه للمديرة اللي بعدها طردتها، وهددوها انها تمشي في هدوء بدل ما هيبلغوا الشرطة بقتلها الهان. وجين بيعرف هيرا ان هو اللي بلغ ابو جاي بقصة حملها وطلب منه يسفرها، فبتزعق له على اللي هو عمله، فبيقول لها ان ده جزاتي اني اخترتك على حسابهم. وقتها بتشوفهم المدرسة وهم واقفين مع بعض فبتتضايق وبتاخد عربيتها علشان تخبطهم، لكن جين بيلحق نفسه وبتعرفه ان حكايتهم لسه ما انتهتش وفي مفاجآت كتير. وبعدها بتمشي وبيقعد جين يفكر ازاي هينتقم منها، فبيقرر يروح لجاي يديها القلم بتاع هان اللي كان بيسجل بيه وهي تتصرف معاه، كده يبقى خلص منها. وطبعا عليه فيديو لحظة ما المدرسة خبطته ومات، وجاي بتدي ليانج يتصرف فيه براحته، فبيسلمه للشرطة واللي بتقبض عليها وكمان على الطلبة اللي اتنمروا على هين زمان. والمديرة بيتقبض عليها معاهم، وبتضطر ريان تعين مديرة جديدة. وجو بيفرح ان مامته سابت المدرسة وان هو اللي سرب الفيديوهات ليانج علشان يبطلوا مراقبة الطلبة. وخبر حمل جاي من ريان انتشر، فقررت انها تسافر وتروح تعيش مع مامتها. وريان بيعتذر ليانج على تنمره عليه وعلى اخوه، وبيعترف انه كان غلطان، لكن يانج مش بيقبل اسفه، فبيقرر يروح يعترف قدام لجنة الانضباط انه تنمر على طلاب المنح هو وشلته وانه يستحق العقاب. وقبل ما جاي تسافر بتروح تقضي يوم جميل مع ريان وبتودعه، وبتروح بعدها ليانج تودعه هو كمان، واللي بيزعل انه ما عادش هيشوفها تاني. وبترجع الحياة في جوشين لطبيعتها، وخلاص ما عادش في فرق بين طلاب المنح واولاد الاغنياء. وبكده يكون مسلسلنا النهارده خلص. ما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات، واشوفكم في ملخص جديد يا اخواتي. سلام.